السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في قناتي، قناة يوميات محمود وصلي. لايك جامد، دعوة حلوة كده من قلوبكم ليا. واتمنى اللي اول مرة شفني مش مشترك في القناة عندنا، اتمنى ان هو ينزل يشترك كده على كلمة الاشتراك بالاحمر او سبسكرايب، ويفعلوا الجرس على كلمة الكل علشان يوصلكم كل جديد. النهارده بقى جايلكم فيديو حلو جدا، اول مرة اعمله بصراحة معاكم هنا في القناة. بصي، هعمل معاكم النهارده الطحينه البيتي على اصولها. هتقولوا هي دي مستاهله يا سوري انك تعملي بيها فيديو؟ مستاهله ان انا اعمل بيها فيديو عشان خاطر بس ايه، نوفر في الميزانيه شويه. الطحينه دلوقتي معديه ال 100 جنيه. انا معرفش هي بكام بصراحه بالظبط، بس هي على قد ما سمعت يعني هي معديه ال 100 جنيه. فانا قلت بقى على ايه، طب ما انا اجيب مثلا كده ب 15 جنيه سمسم اهو، والدقيق، ونعمل مع بعض احلى طحينه. وهنعملها بطريقة سهلة وبسيطة ومكونات موجودة في البيت. يبقى ليه بقى نروح نشتريها بره من ب100 ولا ب120 ولا حتى تكون حتى ب80 جنيه؟ وليه ما نعملها في البيت بطريقة سهلة وموفرة؟ يلا بقى نعملها مع بعض ونشوف الطريقة ازاي والدنيا هتبقى ماشية عاملة ازاي كده. ونبتدي كده ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بقى يا حبايبي، معايا المج اهو بتاع السمسم. هفضيه في الطبق كده قدامكم زي ما انتم شايفين كده، وهنقيه عشان بيكون في حصاوي مثلا في اي حاجة. يكون اهم حاجة يكون معايا ايه كويس جدا. بصوا اهو، بيكون في حاجات كده مش كويسة، هنقيه كويس جدا. وبعدين هو بيكون باين من الكيس، وانت ماسكاه في الكيس كده بيكون باين اذا كان نضيف او في حاجة. انا عشان شفته هو في الكيس كده كان فيه حاجات، فقلت لا يبقى لازم بقى ايه ان انا انقيه. بصوا زي ما انتم شايفين كده اهو، ده فيه كمان كان حبوب قمح. نيجي بقى هنا كده الخطوة التانية بقى على البوتاجاز اهو، ونحط طاسة. اي طاسة بقى تكون ايه ما بتلزقش، طاسة تيفال بقى، سيراميك، جرانيت، اي حاجة، المهم حاجة ما بتلزقش. ونسيبها بس ايه تسخن كده شوية. بس انا هدي النار عشان ايه النار عالية قوي والطاسة صغيرة. بص انا كده بحس بالسخونية بتاعتها. تمام، بصوا هي كده الطاسة سخنت معايا. ننزل عليها بقى كده بالسمسم بتاعنا. بصوا محدش يستغرب، العصايه بتاعت الاسباتيولا دي اتكسرت امبارح، رحت مركباها في الفرشه. قلت بدل ما ارميها، وابتدي بقى ايه اقلب السمسم بتاعنا كده. انا طبعا مش هحمصه ولا اي حاجه، انا عايزه بس ايه يتشمع كده بس على البوتاجاز زي ما انتم شايفين كده اهو. وهنا هحط معاه رشه ملح صغننه. بصوا شايفينها قد ايه، رشه صغننه قوي. نفضل نقلب فيه كده. بصوا ابتدى ان هو يتحمص شويه اهو، لونه ابتدى ان هو يغير سيكه. وطبعا لو انت جايبه السمسم ابيض وريحته كمان بدات تطلع. طبعا انت لو جايبه بقى السمسم ابيض لازم يتحمص. انا السمسم بتاعي ما كانش ابيض، كان متحمص جاهز. فانا ايه هستكفي كده كفايه حلو قوي، عشان مش عايزاه يغمق وما يغمقليش الطحينه بتاعتي. تمام، هدي بس كده النار. انا كده تمام وزي الفل. كده افضيه بقى في الطبق كده، عشان عايزه الطاسه تاني برضو وعايزه البوتاجاز لسه. نيجي بقى هنا نعمل ايه، هنحط كوبايه الدقيق بتاعنا. نفس مقدار السمسم هو نفس مقدار الدقيق. برضو هنديله برضو تقليبتين كده برضو على البوتاجاز.
دي التكات والحركات يا جماعه اللي اهم، اللي بتظبط الطحينه، يعني خلي بالكم من الخطوات دي كويس جدا. يعني هي اصلا مش هتاخد في ايدك كمان يعني 10 دقايق. ريحه الدقيق كمان بدأت ان هي تطلع اهي. اهم حاجه يكون الدقيق سخن، عشان ايه لما انزل بيهم في الخلاط يكون ايه الدقيق سخن معايا. طبعا هتعمليها في الكبه اعمليها، انا طبعا كبتي بايظه فهعمله بصراحه في الخلاط. بصوا بقى يا حبايبي كده الدقيق معايا خلاص كده ايه خلص تمام. انا بقى هجيب الخلاط وهفضي فيه السمسم مع الدقيق، وكمان هنزل عليهم بكوبايه من الزيت. طبعا الزيت هنزل بيه حبه بحبه عشان هو اللي هيظبط لي القوام. تمام كده. بصوا بقى يا حبايبي انا كده جبت الخلاط اهو، وهنزل الاول بالزيت علشان خاطر الزيت اللي لما يكون هو اللي من تحت يظبط لي حركه الخلاط، يخلي الخلاط هو اللي يمشي كويس، يعني يمشي بسهوله. بعد كده هننزل اهو بالسمسم بتاعنا اهو. كله كده مع بعض. لو عندك بقى هاند بلندر وتريح دماغك بقى بدل وجع الدماغ ده كله، اشتغلي تمام مفيش اي مشكله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا النبي. صلوا على النبي كده يا حبايبي. بصوا بيبتدي الزيت هو يتحرك من تحت اهو بس بالبطيء. حاسه ان هو عايز يمشي تاني كده شويه، اروح حاطه شويه زيت تاني كده من فوق. اهو شايفين. وواحده واحده كده على الخلاط نفصل ونشغل تاني عشان ايه نحافظ عليه. ننزل الجوانب بقى، وريحتها بدأت تطلع جميلة. بصوا بقى يا حبايبي الجمال والحلاوة. بسم الله الرحمن الرحيم. تقيلة، انا بحبها تقيلة، انا مبحبش الطحينة تبقى خفيفة. بس بصوا بقى القوام بتاعها، عايزة تخففيها شوية عن كده خففي. بصوا القوام، هي فعلا تقيلة قوي. انا ممكن اخففها تاني شوية، او ممكن اخلي برطمان يكون تقيل قوي وبرطمان تاني يكون اخف شوية.
بصوا بقى الجمال والحلاوه، دي برطمان طحينه، قصدي برطمان مربى، ما تركزوش، وده برطمان صلصه. عشان كده انا ما برميش البرطمانات دي، بخليها بحتاجها. فبصوا بقى الكميه الصغيره اللي انا وريتها لكم من السمسم دي، بصوا عملت معايا كميه قد ايه من الطحينه. يعني انا بتهيألي الكميه تقعد معاكم شهور. وطبعا برضو بيبقى كل واحد على حسب استخدامه. فبصوا بقى كميه قد ايه طلعتها من شويه السمسم اللي احنا عملناهم قدامكم كده. فوفرنا بقى ولا ما وفرناش؟ طول عمري محمود بيقول عليا ست موفره ومدبره. فهي فعلا كلامه صح ولا كلامه غلط؟ يا رب بقى اتمنى الفيديو بتاعي يكون عجبكم، واتمنى انكم تجربوه. ولو حد جرب الطريقه بتاعته والمقادير بتاعتي يقول لي في الكومنتات هو عملها او لا. ويا رب الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم، واشوفكم ان شاء الله على خير باذن الله في فيديو جديد. والسلام عليكم.